ازيكم؟ صباح الخير. الهلال سيمبا تنزاني اخر مباراة الهلال الاعدادية قبل ما يواجه ماميلو سان داونز في الجولة الاولى من دوري ابطال افريقيا. تحليل لهدفي المباراة: هدف الهلال الاول دقيقة 6. هنا بنشوف الهلال في الاساس انتهج الاسلوب بتاع الضغط العالي، الهاي بريسينج. وبعد ما سيمبا حاول يتصرف ويطلع بالكورة، الهلال اشتغل على الضغط العكسي واستعاد الكورة. لامين جارجو من اللعيبه المميزين جدا في الثنائيات، من اللعيبه اللي عندهم مهارة، بيعرف يتصرف كويس، يعني واحد ضد واحد. لامين جارجو بالكورة لاعب مميز جدا، لاعب ممتاز، بيلعب بالكورة بشكل مميز جدا. هنا بنشوف يعني بالرغم من انه مثلا المدافع عامل تغطية، لكن لامين جارجو يعني لاعب مميز جدا بالكورة، يعني عنده المهارة، عنده تصرف، عنده الاختراق حتى في المكان الضيق. هنا بنشوف التواصل حصل بين لامين جارجو وبين ليلوبو، يعني دي من الحاجات المميزه جدا في الهلال في الفتره الاخيره، يعني التواصل والجمل التكتيكيه اللي حصلت. شوف ابراهيم مورو بيوحي للناس انه حيلعب الكوره في المرمى او حيلعب في القائمه الاول بشكل مباشر. في بلوك حصل من نجوما قبل ما ليلوبو يمشي لابراهيم مورو على اساس انه يسدد الكوره ويسجل هدف. يعني في تواصل كان حاصل بين مورو ابراهيم وبين ليلوبو، كان تواصل محترم شديد، تواصل ممتاز شديد. شوف هنا بنلاحظ في اللقطه انه نجوما وليلوبو واقفين في خط واحد، في في بدايه في وسط خط ال 18. هنا نشوف نجوما بيدخل لجوا وليلو بيقطع لبرا على اساس انه يا اخي يسدد ويسجل هدف. يعني من الاهداف المميزه جدا في الهلال، يعني من سنين طويله شديد، يعني ما شفنا اهداف بالطريقه دي. يعني تواصل كان حاصل شديد بين ليلوبو وبين نيمور ابراهيم. يعني دي واحده من الجمل التكتيكيه اللي واضح انه اشتغلوا عليها، اللي واضح انه كان في يعني اتفاقيه بيناتهم. هدف سيمبا كان فيه تفاصيل يعني او اخطاء مركبه شديد. يعني هنا بنشوف موفق خلى يعني ما كان متابع اللاعب جه قاطع بجوا، يعني حتى شكل الاستحواذ الهلال بعد قطع الكوره. هنا بنشوف موفق كان عنده خيار كويس، حتى ابو عاقله بيده بيأشر انه موفق العب للصيني على الجهه اليمين، العب للصيني ما تلعب عشوائي. هنا موفق لعب الكوره بطريقه عشوائيه اصطدمت. كان ممكن هنا موفق برضه يعمل عمليه ضغط عالي عشان يمنع اللاعب سيمبا من انه يتحرك بالكوره ويلعب باص، لانه افضل مكان للضغط انه انت تضغط في جهه التماس او في رميه التماس. هنا برضه كان في سوء تمركز بالنسبه لدفاع الهلال، ما كان في لاعب مغطي. يعني حتى عمار الصيني بالمناسبه يعني الحركه بتاعته كانت يعني الدوران بتاعه اول ما فقد الكوره، اول ما كان مواجه، الدوران كان ضعيف جدا. افترض عماد يقف بالزاويه على اساس انه يا اخي يتحرك ويقطع عشان الطيب يقطع في الزاويه اللي في النص، واللاعب كيتا في القائم الاخير. يعني مباراه مهمه شديد، لازم الهلال يستفيد من الاخطاء.